سنة 1862 عالم آثار أمريكي اسمه إدوين سميث. الراجل شاف بردية مع تاجر مصري فعجبته وقرر إنه يشتريها. بكام بردية دي خبيبي؟ الفاتحة للنبي كده يا خواجة ب30 قرش. هو ربع جنيه بس خبيبي، ولو انها كده تبقى خسرانه يا خواجه، بس هاتهم الله يبارك لك. الراجل خد البرديه وراح قعد مع دكتور صاحبه كده عشان يعرفوا البرديه دي بتقول ايه بالظبط، فيكتشفوا ان دي اقدم برديه طبيه في التاريخ الفرعوني كله، ومكتوب فيها بقى علاجات وامراض وعمليات جراحيه كانوا بيعملوها للجنود. بس مش دي المفاجاه بقى ان البرديه دي اتكلمت عن مرض جه ل8 اشخاص من الناس اللي اتدفنوا في المقبره اللي كان فيها البرديه، وكان وصف المرض ده عباره عن ورم بيجي في الثدي معاه قرح والتهابات، وكتبوا عن وصف المرض It's a mysterious disease there is no treatment. ده مرض غامض وملوش علاج. ودي كانت اول مره في التاريخ مش بس يتذكر اسم سرطان الثدي كمرض، لا دي كانت اول مره في التاريخ اصلا يتوصف فيها مرض السرطان كله. الكلام ده بقى امتى؟ سنه 3000 قبل الميلاد. يعني الفراعنه اول ناس اتكلموا عن السرطان وتحديدا سرطان الثدي من 5000 سنه. وهنا بقى سؤال يطرح نفسه، عدد السرطانات اللي بتيجي للانسان 34 نوع، اشمعنى بقى اول نوع يتذكر في التاريخ يكون سرطان الثدي وفي 8 حالات؟ عشان نجاوب على السؤال ده تعالى كده نتمشى في الزمن 5000 سنه لقدام، تحديدا لغايه سنه 2018، ونروح لدراسه عملها موقع World Cancer Research Fund عن عدد السيدات المصابه بالسرطان في العالم كله. كان اجمالي عدد السيدات المصابه بالسرطان من كل الانواع في العالم كله تقريبا 8 مليون و200 الف، في حين ان البريست كانسر اللي هو سرطان الثدي لوحده كان تقريبا 2 مليون و100 الف، بنسبه 25.4% من اجمالي عدد الاصابات. ودي نسبه مرعبه، يعني كل 4 سيدات مصابه بالسرطان واحده منهم مصابه بسرطان الثدي. وده اللي خلى منظمات التوعيه بالسرطان تخصص شهر اكتوبر بالكامل للتوعيه بخطوره المرض وتسميه بينك مانث او اكتوبر الوردي، وطبعا مع الوسام الوردي المعروف جدا للمرض. اسمع واحد بقى يقول لي يا عم بوتر، يا دول مصابين اصلا، كلمنا عن السلام. انت عبيط؟ هل انت عبيط يا ابني؟ ما اللي اتصابوا دول كانوا سلام اصلا. وماشي يا عم خليني معاك وهكلمك عن السلام، خد دي بقى بس استحملها. في دراسه عملتها منظمه CDC الامريكيه، ودي حاجه كده زي منظمه الصحه العالميه بس في امريكا، قالت ان واحده من كل 8 ستات هيصابوا بسرطان الثدي. يعني لو انت تعرف في حياتك 8 ستات واحده منهم للاسف الشديد جدا هتصاب بسرطان الثدي. يعني ممكن تكون الحاجه، مراتك، اختك، بنتك، لان المرض ده بيجي لاي حد، بيجي للستات اللي عندها 80 سنه وبيجي للبنات اللي عندهم 8 سنين. مش بس كده، ده كمان بيجي للرجاله، والله العظيم بيجي للرجاله. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في دكتور باتر مع هاني شاكر. سرطان الثدي مرض خطير جدا، ومع ذلك لسه لغايه دلوقتي في الوطن العربي بنلاقي ناس لسه مش مقدره خطوره المرض ده، كمان بنلاقي ناس لسه ما تعرفش المرض اصلا. وقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وكومنت، لان فعلا الحاجات دي بتساعدني ان الفيديو يظهر لناس اكتر. وطبعا لو انت مش مشترك تعمل اشتراك وتستنانا كل يوم حد الساعه 7. ولو حابب تدعم القناه فلينك صفحتنا على موقع باتريون هتلاقيه تحت في الديسكربشن. سرطان الثدي، يعني ايه سرطان الثدي؟ هو تمام سرطان بيجي في الثدي، بس يعني ايه سرطان اصلا؟ بنسمع الناس تقول ده جالها المرض الوحش. ايوه، يعني ايه المرض الوحش؟ في الوضع الطبيعي خلايا جسمنا بتجدد نفسها كل فتره، الخلايا الجديده بتكمل والخلايا القديمه بتموت، لكن احيانا بنلاقي مجموعه من الخلايا جم اتحدوا مع بعض وشكلوا كتله صغيره قد كده ماسكه بعضها. الكتله اللي ماسكه نفسها دي بقى كده اسمها ورم. الورم ده بقى نفسه بينقسم نوعين، ورم حميد وورم خبيث. الورم الحميد بقى بيفضل ثابت في مكانه ما بيتحركش، عشان كده ما بيبقاش خطير قوي. الورم الخبيث ده بقى ما بيفضلش ثابت في مكانه، لا ده بيتحرك عادي. يعني لو هو في الكبد لا ممكن يروح الرئه عادي، ما عندوش مشكله. حلو قوي. طيب دلوقتي عرفنا ان السرطان في الثدي يعني في ورم في الثدي. الورم ده بقى اصلا بيحصل فين؟ لو جينا بصينا لتكوين الثدي هنلاقيه تقريبا بيتكون من 15 جزء قد بعض بالظبط. الاجزاء دي اسمها لوبس او فصوص، كل فص بقى منهم بيتكون من فصوص تانية جواه اصغر منه. الفصوص الصغيره دي بقى اسمها لوبيولز او بالعربي فصيصات. مش عارف ايه فصيصات ده، يعني من قله الاسامي. الفصيصات الصغيره دي بقى هي اللي بتطلع اللبن. فلنفترض بقى دلوقتي ان الفصيصات الصغيره دي طلعت اللبن، والواد الصغير قاعد بره عمال يعيط عايز يرضع، فهنرضعه ازاي؟ انا عارف هيرضع ازاي. انا اقصد اللبن هيتنقل من الفصيصات دي لغايه الحلمه عشان الواد الصغير يرضع ازاي؟
اكيد مش هيتنقل بلوتوث. بالظبط، في قنوات بين الفصيصات والحلمه اللبن بيمشي فيها، القنوات دي بقى اسمها داكتس. فالورم بقى لما بيحصل يا بيحصل في الفصيصات الصغيره دي يا اما في القنوات اللي بتنقل اللبن. الورم ده بقى بنقسمه لنوعين، النوع الاول بيكون حاجه اسمها نون انفيسيف واللي اسمه بالعربي غير معادي او غير غازي، النوع بيفضل ثابت في مكانه ما بيغزوش الخلايا المجاوره، هو بيفضل في مكانه بس. النوع الثاني بقى اسمه انفيسيف، ده النوع بقى اللي هو ما بيفضلش في مكانه، لا هو بيتحرك ويروح يغزو الخلايا اللي جنبه عادي. النوع الثاني ده بقى خطر في حاجتين، الاولانيه طبعا لانه بيتنقل من مكان لمكان، الثانيه انه اصلا بيشكل 85% من حالات سرطان الثدي، يعني الاغلبيه العظمى من الستات اللي بيصابوا بالمرض بيكون من النوع المعادي اللي هو بيروح اماكن ثانيه. طيب دلوقتي بقى عرفنا يعني ايه سرطان الثدي وبيحصل فين. الورم نفسه بقى بيكون حجمه قد ايه؟ المرض بيتقسم على حجم الورم ل5 مراحل. اول مرحله اسمها ستيج 0 او المرحله 0. في المرحله دي بقى الورم بيكون لسه بادئ، بيكون لسه متكون، حاجه صغيره كده، صغير جدا لدرجه ان احنا نحس بيه، حاجه كده مثلا قد حبايه الرز او العدسايه. وهنا بتيجي اهميه الكشف المبكر، لان لو تم اكتشاف المرض في المرحله دي فالانسان بيرحم نفسه من عذاب المرض ده. بعد كده بقى بندخل على ستيج 1 المرحله الاولى. في المرحله دي بقى الورم بيكبر لغايه ما يبقى تقريبا 2 سم. طبعا الحجم ده بالنسبه للورم مش صغير خالص، بس من اول مرحله دي مشكله الحجم مش هي المشكله الحقيقيه اللي بنخاف منها، لان من اول المرحله دي بقى المرض بيبدا يتنقل لاماكن تانية، وكل ما بنتقدم في المراحل كل ما عدد الاماكن اللي المرض بيتنقل لها بتكون اكتر، فممكن يتنقل لاماكن تانية في نفس الثدي ويبقى الثدي الواحد فيه اكتر من ورم اصلا، او ممكن يتنقل للثدي الثاني فكده يبقى الاثنين بقى فيهم ورم. بعدها ندخل على المرحله 2 ودي بيبقى حجم الورم من 2 ل 5 سم. بعدها بندخل على المرحله الثالثه حجم الورم بيعدي ال 5 سم، وطبعا ده كده رقم فظيع. بعد كده بقى بتيجي اخر مرحله ستيج 4 المرحله الرابعه، والمرحله دي بقى ما عادوش اصلا بيهتموا بالحجم بتاع الورم، لان في المراحل اللي فاتت الورم كان بيتنقل لاماكن تانية في نفس الثدي او في الثدي الثاني، انما مشكله المرحله الرابعه بقى ان الورم بيتنقل لاعضاء تانية، يعني المرض ممكن يتنقل من الثدي يروح الكبد، الرحم، المبيض، القلب، الرئه، المخ. وهنا برضو تاني تظهر اهميه الكشف المبكر عن المرض، لان من ال5 مراحل بتوع المرض المرحله 0 بس هي اللي المرض ما بيتحركش فيها، فانا لما اكتشفه في المرحله 0 فانا بحمي نفسي من كل المعاناه اللي جايه، لدرجه ان نسبه 98% من الحالات اللي بيتم اكتشافها في المرحله 0 بيتم شفائها تماما، عكس المراحل الثانيه اللي بعد كده، وده اللي هنعرفه كمان دقيقتين لما نوصل لمرحله الكشف المبكر. طبعا اسمع حد بقى يقول لي طب يا عم بوتر انا عندي سؤال منطقي، الورم ازاي بيتنقل من عضو لعضو تاني اصلا مع ان الاعضاء دي بتبقى بعيده عن بعضها؟ ده بيحصل عن طريق حاجه اسمها ليمف نودز او العقد الليمفاويه. عدد العقد الليمفاويه دي في جسم الانسان بيوصل تقريبا ل 450 متوزعه في كل انحاء الجسم. طبعا انت زمانك بتقول لي بقى جسمي فيه 450 واحده من البتاع اللي انا مش عارفها دي، انا عمري ما شفت واحده منهم اصلا. مش مهم تشوفهم لان حجمهم بيبقى صغير جدا، لكن المهم تعرفوا ان العقد الليمفاويه دي جزء رئيسي من جهاز المناعه، متروسه بقى بيتا سيل على تي سيل، طبعا انت مش عارف اي حاجه من دول بس المهم تعرفوا ان الخلايا دي هي اللي بتقتل الفيروسات او البكتيريا لما بتدخل الدم، ومن غيرها المناعه بتنهار. المشكله بقى فين؟ ان الثدي نفسه حواليه عدد مش قليل من العقد الليمفاويه وكمان موجوده تحت الذراع، فلما بنوصل للمرحله الاولى في المرض بيبدا يتنقل مش بس للخلايا اللي جنبه، لا ده بيتنقل كمان للعقد الليمفاويه، وكل ما بنتقدم في المراحل فعدد العقد اللي بتتصاب بيكون اكبر، والعقد دي بقى متوصله ببعضها بشبكه في الجسم كله، وهي اللي بتنقل المرض من عضو لعضو تاني، شبكه بقى. فتخيلوا ان المرض بس مش بيقف على الثدي، لا كمان بيتنقل للمناعه، اللي هو المناعه نفسها بتنهار. يا لهوي. عشان كده برضو لما نيجي نتكلم عن الكشف المبكر هنتكلم ازاي نكشف عن الورم في الثدي نفسه، وكمان نكشف عن الورم في العقد الليمفاويه، لان ساعات ما بتظهرش في الثدي وبتظهر في العقد الليمفاويه. طيب دلوقتي احنا عرفنا المرض ده ايه وبيحصل فين، طب المرض ده بقى بيحصل ليه؟ ايه السبب اللي بيخلي المرض ده يحصل اصلا؟ طبعا معروف ان اي نوع من انواع السرطان بيحصل بسبب حدوث طفرات في الجينات، بس انا في الحلقه دي مش هتكلم عن الطفرات عشان ما نعقدش الموضوع، انا هتكلم عن الحاجات اللي بتحصل في حياتنا اليوميه اللي بتؤدي لحدوث الطفرات اللي بتسبب المرض. مبدئيا كده وقاعده هنمشي عليها لاخر الحلقه، 90% من اسباب المرض ممكن نلخصها في كلمه واحده: الهرمونات. لو جينا ناخد مثال عن ست كيوت ولون من الوان البسكوت، مش هنلاقي طبعا احسن وارق من الست ماجي، يعني اللي كانت تمشي على العشب لا تترك اثرا، اللي هتفضل تتحب حتى تحترق النجوم وتفنى العوالم وينطفئ القمر. اسمع واحده تقول لي ايه ده يا عم بوتر، هو انا هنطفئ؟ لا حضرتك، هو احنا بنتكلم على القمر الحقيقي اللي في السماء، حضرتك مطفئه بقالك 3 سنين. لو تخيلنا بقى ان الست ماجي وهي صغيره كده عندها 12 سنه، هوب دخلت في سن البلوغ، بدات عندها الدوره الشهريه وبدا الثديين في النمو. نمو الثديين ده بقى حصل بسبب الهرمونات، وتحديدا هرمون الاستروجين.
الاستروجين. ومن هنا بقى هناخدها قاعده، كل ما زاد نسبه الاستروجين اللي بتتعرض لها المراه طول فتره حياتها، كل ما زاد معدل نمو الثدي، كل ما زاد نسبه اصابتها بالمرض. وده السبب اننا بنلاقي معظم حالات المرض بتبقى من 50 ل 70 سنه، لان الحالات دي في السن ده بتبقى وصلت بقى لاقصى درجات هرمون الاستروجين اللي ممكن تتعرض لها. نسمع واحده بقى عندها 80 سنه تقول لك الحمد لله يا رب، الحمد لله مش هيجي لي الحمد لله، بس ان شاء الله هيجي لمراتي ابن العقربه دي. غالبا بقى الست دي ما سمعتش عن واحده اسمها دورثي افليك. الست دي من انجلترا، ودي اكبر ست في العالم جالها المرض، جالها قبل عيد ميلادها ال100 بكام شهر بس. الست دورثي دي اصلا جريت جراند ماذر، اللي هو عارف انت ستك في العيله، ستها بقى. كان في قلشه في السكريبت هنا بس مش هقولها. نقوم بقى تاني نسمع واحده عندها 16 سنه تقول لك الحمد لله الحمد لله يا رب انا كده في السيف زون، ان شاء الله مش هيجي لي. فغالبا البنت دي ما سمعتش عن كريسي تيرنر، اصغر مريضه بسرطان الثدي في العالم، جالها وهي عندها 8 سنين. المرض بيكتر من 50 ل 70 سنه، بس ملوش عمر محدد، بيجي من 8 سنين لغايه 100 سنه. طبعا هنلاقي واحد بقى قاعد متفرج من الرجاله فيقول لك ايه الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. الحمد لله، يعني كان هيبقى ثدي وبروستاتا يا رب كنا نلحق عليه ولا ايه؟ يؤسفني وبشده ان اقول لك انه برضه بيجي للرجاله عادي. بتقول ايه؟ والله بيجي للرجاله، ده ساعات كمان هتلاقي شعار سرطان الثدي نصه بامبي ونصه ازرق. ده بقى الشعار ده بيبقى خاص بالرجاله، اللي هو men get it too، اللي هو الرجاله كمان بيجي لهم. اي نعم نسبته بتبقى صغيره، تقريبا 1% من عدد حالات المرض في العالم. وللاسف الشديد كمان دايما حالات الرجاله بتكون اكتر من حالات النساء، لان ما بيتمش اكتشاف المرض غير في حالاته المتاخره. وده طبعا عشان الرجاله مش مهتميه بموضوع الكشف المبكر، او ما بتهتمش بموضوع التثدي عند الرجال. الخلاصه مفيش حد على وجه الارض محصن من المرض ده، راجل بنت ست مفيش. الناس الكيرف بقى تصحصح معانا كده في السبب الثاني، كل ما كان الثدي كثافته اكبر فده معناه نمو اكبر، يعني استروجين اكتر، يعني نسبه اصابه بالمرض اكتر. برضو الستات اللي الدوره بتبدا عندها في سن اصغر من الطبيعي، وفي نفس الوقت بتوصل لسن اليأس متاخر عن الطبيعي، فده معناه استروجين اكتر، فنسبه الاصابه اكبر. كمان وسائل منع الحمل او حبوب الهرمونات اللي الستات بتاخدها بعد سن اليأس، الحاجات دي مليانه استروجين، فنسبه الاصابه اكبر. لا لحظه بقى يا عم بوتر، انت كده هتلخبط في الكلام. دلوقتي مصر كلها ماشيه على حبوب منع الحمل، يعني ستات مصر كلها هيجي لها؟ انا قلت كده برضو؟ انا بقول لك ان الستات اللي بتستخدم موانع الحمل عرضه اكبر للاصابه بالمرض. وبعدين المشكله دي مش في مصر بس يا جماعه، المشكله دي في العالم كله. اي شخص اي انسان في العالم معرض انه يجيله المرض. برضو سبب تاني من الاسباب السمنه، الحمد لله لقينا سبب غير الاستروجين. كان نفسي والله، بس برضو الموضوع ده بسبب الاستروجين. مرض السمنه يعني دهون زياده في الجسم. المشكله بقى ان هرمون الاستروجين بيتخزن على الدهون، فبالتالي كل ما دهون الجسم تزيد ده معناه ان في كميه استروجين هتفضل في الجسم فتره اكبر، وبالتالي نسبه الاصابه بالمرض تبقى اكبر. كمان في اسباب تانية زي الكحوليات، الخمره بانواعها، راديشن، الاشعاعات، الناس اللي بتعمل اشعه كتير على جسمها نسبه اصابتها بالمرض بتزيد، فالمفروض الناس دي تكون مهتمه اكتر عن الطبيعي شويه. برضو حياه الرفاهيه، مفيش رياضه، مفيش حركه. واحد بقى من اخطر الاسباب فعلا هو الوراثه. وجود اي نوع من انواع السرطان في العيله ده بيزود نسبه الاصابه بالمرض، فما بالك بقى لو السرطان اللي موجود في العيله اصلا سرطان الثدي، حرفيا بينتشر في العيله بطريقه متوحشه. يعني انا شخصيا اعرف عيله كامله تقريبا 50% من ستاتها بيجي لهم سرطان الثدي، لدرجه انهم بقوا بيترعبوا لما بيخلفوا بنات، اللي هو البنت الصغيره دي لما تكبر هيجي لها ولا لا. فلو العيله فيها سرطان من اي نوع فده سبب ادعى ان احنا نهتم اكتر بالموضوع. وهنا بنأكد تالت على اهميه الكشف المبكر. اسمع واحده بقى تقول لي يا عم بوتر انت عرفتنا بالكشف المبكر بتاعك ده، يا عم اخلص قول يا عم طريقه الكشف المبكر. هقول والله، بس ينفع اقول الكشف المبكر من غير ما اقول الاعراض اللي هندور عليها؟ ينفع باختصار شديد الاعراض في جمله واحده. اي حاجه غير طبيعيه وغير مألوفه تظهر على الثدي ايا كانت لازم نروح نكشف عليها فورا. وده لان الاعراض بتختلف من شخص للتاني حتى لو في نفس العيله. يعني لو افترضنا ان ام احمد وام محمد الاثنين اخوات والاثنين لا قدر الله جالهم، فالاعراض اللي هتظهر عند ام احمد غير خالص الاعراض اللي هتظهر عند ام محمد. ايه ده يا عم بوتر انت بتفاول على الاخوات ولا ايه؟ يا عم انا لسه قايل لك المرض وراثه صباح الفل. ولكن برضو في اعراض معينه بتكون مؤشر على المرض، يعني مثلا تغير لون جلد الثدي لاي لون تاني، تغير الحجم بتاعه بالزياده او بالنقصان، وجود ورم في منطقه معينه، انكماش الحلمه او احيانا اختفائها، الم او التهابات او قرح في الثدي، او خروج سوائل غير طبيعيه من الثدي. كمان من الحاجات المشهوره جدا وجود وجع تحت الذراع. وده ليه بقى؟ بالظبط عشان الليمف نودز اللي هي العقد الليمفاويه وقتها بيكون اتنقل لها المرض. كمان في احد الاعراض اسمه بيتد بريست، بس انا ما رضيتش احط صورته عشان العرض صعب بصراحه، اللي هو بيبقى عامل زي البرتقانه، مش عامل زي البرتقانه انها مدوره، لا قشر البرتقانه بيبقى فيه اخرام كده،
هو بالظبط بيبقى عامل زي الاخرام اللي في قشر البرتقال. اسمع حد بقى يسال سؤال منطقي ويقول لي طب ما في اعراض اهو يا عم بوتر، يعني انا ساعه ما اشوف الاعراض هعرف على طول ان انا عندي المرض. واجع دماغنا ليه بقى بالكشف المبكر؟ انتوا ليه محسسين ان انا مش عايز مصلحتكم؟ الفكره ان الاعراض دي بتظهر في المراحل المتقدمه من المرض، انما المراحل الاولى ما بيظهرش فيها اي اعراض. كل ما قدرت اكشف المرض بدري كل ما نسبه الشفاء بتزيد، لدرجه ان حالات الشفاء زي ما قلت بتوصل 98% من الحالات اللي بيتم اكتشافها بدري. حلو، الكشف المبكر ده بقى بيتم ازاي؟ لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه. مبدئيا الكشف المبكر ده بيتعمل شهريا، ولازم يتعمل في ميعاد ثابت من كل شهر، وافضل ميعاد ليه حسب الدراسات هو بعد انتهاء الدوره باسبوع. حلو، ده امتى؟ طيب الكشف ده بقى بيبقى ازاي؟ اول حاجه بنقف قدام المرايه، تاني حاجه بنرفع ايدينا لفوق، تالت حاجه بنبدا نضغط على الثدي وندور على اي ورم او اي كتله او اي حاجه غير طبيعيه موجوده. طبعا هنا مش محتاج اوضح ان احنا بنضغط ضغط اللي هو مش بنمشي ايدينا كده وخلاص. بعد كده بقى بنبدا نمشي في مسار حلزوني ونستمر في كده لغايه ما نخلص الثدي كله. بعدها بنتنقل لتحت الذراع عشان ندور لو في ورم في الليمف نودز. عموما تحت في الديسكريبشن هتلاقوا لينك الفيديو كامل بيشرح عملي طريقه الكشف المبكر ده بالتفصيل. بالنسبه للرجاله بقى فظهور بوادر للتثدي فده سبب ادعى ان احنا نبدا نهتم بالموضوع ونبدا نعمل عمليه فحص كل فتره. هسمع بقى واحد محنك بيقول لي والله يا عم بوتر كلامك جميل بس انت بصراحه بتجيب حاجات قديمه اصلا. هيقول لي اصل انا كنت قرات قبل كده مقال على CDC والASC والAUC او اي حاجه اخرها 3 حروف ان الكشف المبكر بره ما عادش له لازمه اصلا، لدرجه ان في امريكا واوروبا ما عادوش بيدوا اي اهميه. يا ابني انت جاوبت على نفسك، انت بتقول لي بره امريكا واوروبا. بغض النظر ان الناس دي سبقانا في الرعايه الصحيه ب 200 سنه مثلا، الناس دي اصلا عندها برامج خاصه لكل فئه عمريه معينه، والفحص الدوري عندهم بيبقى اجباري مش اختياري، فهم اساسا مش محتاجين الكشف المبكر لان هم بيروحوا اساسا مراكز الفحص. لكن يا حبيبي لما احنا نبقى زيهم انا بنفسي هطلع اقول لك الكشف المبكر ملوش لازمه. انما لغايه دلوقتي واقل حاجه لغايه 20 سنه قدام الكشف المبكر هو اهم مرحله في مراحل العلاج. كمان من مميزات الكشف المبكر ان مع تكراره شكل الثدي بيكون اتحفظ، فاي تغيير هيحصل بعد كده حتى لو كان بسيط هيتم اكتشافه، عكس مثلا لما يتعمل سنه وسنه ما اكيد هيكون شكله اتغير. ملحوظه كمان بالنسبه للناس اللي كثافه الثدي عندهم بتبقى بسم الله ما شاء الله كبيره، فاللي هو بييجوا يعملوا الكشف المبكر احيانا ما بيقدروش يلقطوا الورم لان كثافه الثدي نفسه كبيره فمش عارفين يوصلوا للورم، فالناس دي يفضل ان هم يتابعوا مع مركز فحص كل فتره. طيب جميل قوي. هيجي بقى حد يسال يقول والله يا عم بوتر وانا بعمل الفحص الذاتي حسيت ان في كلكيعه كده تحت ايدي فاعمل ايه؟ اعمل ايه؟ تروح للدكتور. الدكتور بقى هيعمل الفحوصات بتاعته ان كانت اشعه اكس او موجات فوق صوتيه او هياخد عينه يحللها ويتاكد اذا كانت فعلا ورم ولا لا. طب نتيجه التحاليل طلعت وللاسف الشديد الورم طلع سرطان، فايه هيكون العلاج؟ من هنا بقى بتبدا المشاكل الحقيقيه للمرض. كان زمان بيستخدموا التدخل الجراحي، بيشوفوا الجزء اللي فيه ورم فين ويعملوا له عمليه استئصال هو والجزء المحيط بيه بحيث برضه نمنع انتشاره. بعد كده الموضوع اتطور شويه وجه في القرن العشرين مع اكتشاف العناصر المشعه بقوا بيسلطوا اشعاعات العناصر المشعه على المنطقه اللي فيها ورم على امل ان الاشعاعات تقضي على الخلايا اللي فيها ورم دي، ولكن للاسف الشديد الموضوع اصلا مش فعال في اغلب الحالات، وكمان ساعات كتر التعرض للاشعه من العناصر دي هو نفسه بيعمل سرطان. حل ثالث اللي هو الكيموثيرابي الكيماوي، وده اغلب استخدامه بيكون يا اما قبل عمليه الجراحه اللي هو بحيث نوقف المرض شويه لغايه ما نعمل العمليه، او بيكون بعد العمليه بحيث ان احنا نمنع المرض يرجع تاني، لكن هو نفسه ما ينفعش يعتمد عليه كحل اولي في علاج المرض. ده غير طبعا اثاره الجانبيه اللي بالقوه. يا عم بوتر يعني لا الاشعاع فعال ولا الكيماوي فعال، امال ايه اللي فعال؟ للاسف الشديد جدا بيظل الحل الاكثر فاعليه والاكثر استخداما في علاج المرض هو الجراحه. وهنا الجراحه بقى بتبقى نوعين، حاجه اسمها اللامبكتومي اللي هو بيعمل استئصال لمنطقه الورم والمنطقه المحيطه بها، بس ده لما الورم بيكون صغير. في حاجه تانية اكبر بقى اسمها ماستكتومي، ودي واحده من اصعب الحاجات اللي ممكن تتعرض لها اي واحده ست في حياتها. هنا بيحصل استئصال كامل للثدي، وده على طول ينقلنا للمشاكل النفسيه اللي بتحصل للسيدات بعد العمليه دي. عشان اوضح الموضوع اكتر خلينا نضرب مثال بسيط. لو تخيلنا ان في راجل جاله سرطان الثدي وتم استئصال الثدي بتاعه، الموضوع بالنسبه له هيبقى عادي زيها زي اي عمليه، مش هيفرق معاه كتير، الا بقى لو هو ماشي على شويه نصايح من بتوع العم قسيم، بس برضه مش هتاثر قوي. لكن لو تخيلنا بقى نفس الراجل ده لسبب ما تم بتر عضو الذكري، تم بتر اعضائه التناسليه، هل بالنسبه له هيبقى نفس الشعور زي استئصال الثدي؟ مستحيل. ده لان الثدي بالنسبه للرجل حاجه عاديه عادي، انما اعضائه التناسليه دي هويته كذكر، فمجرد فقدانها بيفقد هويته الجسمانيه كذكر. نفس الموضوع بالظبط بالنسبه للسيدات، الثدي بيمثل جزء كبير
جدا من هويه المراه كانثى، لو لا قدر الله تم فقده فهي بتفقد جزء كبير اصلا من هويتها. طبعا الاقي ناس بقى بتقول ايه ده يا عم بوتر بقى انت بتبص لجسم المراه والحاجات دهيت. والله الكلام ده مش كلامي، ده كلام الناس اللي عملوا العمليه ووصفوا حياتهم بعد العمليه كانوا بيحسوا بايه، لدرجه ان واحده من اللي عملوا العمليات بتقول يعتقد الناس ان السرطان ينتهي باستئصال الثدي، لكنه ليس فقط الا البدايه لتحدي جديد اكثر رعبا لكن لا احد يخبرك عنه. كمان الدراسات بتقول ان تقريبا كل الستات اللي عملوا جراحه لاستئصال الثدي بيتعرضوا لاكتئاب وقلق وخوف شديد من التعامل مع الناس، بل وان نسبه كبيره منهم اصلا بتفقد الرغبه في ممارسه الجنس، وده اللي بيخلي منظمات التوعيه بالمرض على طول بتقدم برامج دعم نفسي بعد العمليات عشان الستات دي تقدر تكمل حياتها. فتخيل انت عندك هنا في الوطن العربي لسه ناس اصلا مش مقتنعه باهميه العلاج النفسي، فلو لا قدر الله واحده جالها المرض مثلا وجت بعدها بقى دخلت في مشاكل نفسيه، انت بتدلعي ليه كده؟ او تقابل واحده ما تعرفش اي حاجه عن المرض، لا يا مالك يا حبيبتي انت بتدلعي ليه كده؟ ده انا لسه عامله عمليه استئصال زيها الشهر اللي فات وشايله اللوز وما عملتش ربع اللي انت عملتيه ده. الخلاصة ان المرض ده خطير ومرعب جدا، وحرفيا مفيش اي انسان على وجه الكرة الارضية محصن من المرض ده، عشان كده بنأكد عاشر على اهمية الكشف المبكر. وكمان هسيب لكم تحت في اللينكات لينك مؤسسة بهية والمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، ادخلوا على اللينكات دي وشوفوا اقرب مركز فحص لكم وتابعوا معاه بصفة دورية. وكمان هتلاقوا على المواقع دي برامج دعم نفسي للستات المريضة او للستات اللي تخطت المرض. بس المشكلة فعلا اننا لسه بنلاقي ناس ما عندهاش الوعي الكافي عن المرض او ما تعرفش بوجود المرض ده اصلا، وهنا بيجي دورنا احنا بقى ان احنا نوعيهم ونعرفهم ونفهمهم خطوره حاجه زي كده. واحد هيقول لي والله يا عم بوتر يعني انا نفسي اوعيهم بس انا خزيان اكلمهم في حاجه زي كده. بسيطه يا سيدي، افتح لهم الفيديو وخليهم يتفرجوا عليه على اليوتيوب ويعملوا اشتراك في القناه، ولو على الفيس فاعمل للفيديو لايك وشير واعمل منشن لاي حد عايز توعيه عن الموضوع. الشير والمنشن على قد ما هم حاجه بسيطه لكن فعلا ممكن يكون سبب في انقاذ حياه العشرات من الصراع مع مرض مرعب زي ده. وفي النهايه اي حد عايز يدعم البرنامج على اليوتيوب فلينك صفحتنا على موقع باتريون هتلاقوه تحت في الديسكربشن، وما تنسوش تستنونا كل يوم حد في حلقه جديده الساعه 7. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.